السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم كويزين سارة. كنتمنى تكونوا ألف خير وصحة جيدة. وصفتنا اليوم هي بريوش مالح معمر بالجبن والزعتر. بريوش اللي كيجي معلك من الداخل بالجبن وخفيف بحال القطن، بواحد الخلطة اللي غتشوفوها معايا في الأخير اللي كتعطيه واحد المذاق اللي رائع. فبالنسبة للناس اللي كيعجبوهم المملحات فأكيد غادي يعجبهم، وغادي ينفعكم هكا في وقت الغوتي او كوجبه ياخذوها وليداتكم معهم للمدرسه. فبلا ما نطول عليكم وندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. واللي عجبتها الوصفه ما تبخلش عليا بلايك وبارطاج، وان شاء الله مازال غادي نتقاسم معكم انواع اخرى من البريوش المالح وحتى الحلو علاش لا. فبسم الله على بركه الله. غادي نحتاج كأس كبير من الحليب الدافئ. هذا الكأس كيهز تقريبا عبر 2 كيسان عنبه من الحليب ما يعادل 300 ملي. كنضيف عليه 2 معالق كبار من السكر سنيده، وكنضيف عليه ملعقه كبيره من خميره الخبز، وكنخلط الكل جيدا، وكنغطي عليهم هكا بواحد المنديل تقريبا 2 دقائق بما تفاعل لي الخميره مع باقي المكونات. من بعد كنضيف نصف كأس من الزبدة الحيوانية اللي ذوبتها من قبل ما يعادل 30 غرام، وكنضيف الملح تقريبا نصف ملعقة صغيرة. بالنسبة للزبدة فممكن تستغناو عليها او ممكن تعوضوها بنصف كأس من الزيت النباتية، كما ممكن ديروا خليط ما بين الزبدة والزيت، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. انا هنا استعملت الزبدة فقط لانها كتعطي واحد الهشاشة وواحد المذاق اللي زوين في هذا البريوش. هنا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، فضفت 200 غرام دفعه واحده بنفس الكأس اللي عبرت به الحليب، واللي سبق قلت لكم بانه كيهز عبار 2 كيسان ديال العنبه. وهنا كنضيف الكأس الثاني ما يعادل 200 غرام اخرى من الدقيق، وكنخلط الكل جيدا. هنا كنضيف نصف ملعقه صغيره من الزعتر اللي مطحون بهذا الشكل هذا، وكنضيف عليه نصف كأس من الدقيق ما يعادل 100 غرام، وكنجمع العجين هكا غير بيدي، وكنعجنها غير شويه باش الدقيق يتجانس مع باقي المكونات. وكما كنقول دائما فكميه الدقيق كتبقى على حسب النوعيه ديالو، فممكن نتوما تحتاجوا اكثر من هذه الكميه اللي استعملت او ممكن تحتاجوا اقل. من بعد كندهن الوجه ديال العجين بالقليل من الحليب، وكنغطيها بالسلوفان، وكنزيد عليها هكا واحد المنديل من الفوق، وكنخليها في واحد المكان اللي يكون دافئ حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. وكندوز في هذه الاثناء مباشره باش كنحضر الحشوه اللي غنعمر بها هذا البريوش. فعندي هنا 4 قطع من جبن كيري مع ملعقه كبيره من الزبده الحيوانيه ونصف ملعقه صغيره من الزعتر. فكناخذ القطع ديال الجبن كنوضعهم هكا في واحد الاناء، وكنضيف عليهم الزبده والزعتر، وكنخلطهم مزيان بواحد الفورشيط بهذا الشكل هذا. هنا ممكن تعوضوا هذا الجبن هذا بالجبن ديال العلبه او الجبن مثلثات على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب الذوق ديالكم. هنا كنضيف عليهم جبن الموتزاريلا، وكنحتفظ بواحد الكميه منه لاني غنحتاجها في الاخير. وكنضيف ايضا واحد الكميه من جبن ايدام، وكنحتفظ بواحد الكميه اللي قليله منه ايضا للاخير. وكما سبق وقلت لكم ممكن تستعملوا الجبن اللي متوفر عندكم، فممكن تستعملوا جبن بارميزان او غودا او اي جبن كتفضلوه. كذلك الكميه ديال الجبن نتوما اللي تحكموا فيها، واش بغيتوا البريوش ديالكم يكون عامر مزيان او غير شويه، المهم اللي بغيتوا نتوما. هنا خديت القالب اللي غادي نستعمل، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. وهنا كما كتشوفوا معايا العجينه خمرات مزيان وتضاعف الحجم ديالها.
فكندهن يدي هكا بالقليل من الزيت وكنفرغ الهواء اللي كيكون وسط العجين. من بعد كندهن يدي بالقليل من الزيت باش ما تلصقش فيهم العجينه، وكنبدا هكا نشكل واحد الكويرات اللي صغار بهذا الحجم هذا اللي كنبسطهم هكا شويه في اليد ديالي، وكنعمرهم بملعقه صغيره من الحشوه ديال الجبن، وكنبدا نجمع الجوانب هكا ديال العجينه وكنكورها بهذا الشكل هذا باش ما تخرجش منها الحشوه. هنا من بعد ما كملت الكميه ديال العجين كلها كنرجع نغطيها مره اخرى وكنخليها تخمر شويه. من بعد ما كيخمر ليا البريوش ديالي بهذا الشكل هذا كندهنو بالقليل من الحليب وكندخلو للفرن اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه، النار تكون من الاسفل فقط حتى كيطيبوا. انا هنا ما احتاجيتش انني نحمرهم من الفوق لانهم تحمروا وطابوا من الفوق ومن التحت غير بالعافيه او بالنار اللي كانت عليهم من التحت. وهنا من بعد ما خرجتها من الفرن وهي سخونه كناخذ ملعقه من الزبده الحيوانيه، زبده سبيسيال، كنضيف لها ملعقه من القزبر مقطع مزيان، ممكن تضيفوا القزبر مجفف الا توفر عندكم، وكنضيف راس صغير ديال الثومه اللي حكيته في حكاكه رقيقه بزاف، ممكن تعوضوه بالثوم المجفف الا توفر عندكم، وكنضيف عليهم رشه من الملح وراس ملعقه صغيره من السكر سنيده، وكنخلط الكل جيدا. ممكن تستغناو على السكر الا كنتو ما كتبغيوش المزيج ديال الحلاوه والملوحه. وكنبدا هكا ندهن الوجه ديال البريوش بالخليط اللي وجدت بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ الجبن ديال الموتزاريلا وإدام اللي احتفظت بهم من قبل وكنوزعهم في الجوانب ديال البريوش بهذه الطريقه هذه. وهنا من بعد ما كملت البريوش ديالي كنرجعو للفرن وكنشعل عليه نار مهيله من الفوق حتى كيذوب الجبن وكيزيد يتحمر ليا مازال شي شويه الوجه ديالو. وهنا من بعد ما خرجته من الفرن فصدقوني البنات الريحه اللي كتخرج من هذا البريوش من بعد ما ضفنا ليه الخليط ديال الزبده والثومه صراحه لا تقاوم. انا هنا قطعت معكم وحده باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل، فشوفوا لي البنات، شوفوا لي التعليكه ديال الجبن كيفاش كتجي خطيره، وشوفوا لي كيفاش كيجي رطب وخفيف بحال القطن، وديك النسمه ديال الثومه مع الزبده والزعتر. اما من الوسط فبلا ما نزيد نتكلم، راه صراحه الصوره كتتكلم على راسها. فممكن هكا تقدميه مع شي براد ديال اتاي بالنعناع في وجبات الكوتي او الفطور، واكيد لك لا وحده غير رجع يطلب لك وحده اخرى بقوه البنه اللي فيهم. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، واللي جربت الوصفه وعجبتها او بغات وصفات اخرى للبريوش المالح ترجع تخلي لي كومونتير وتخلي لي واحد لايك وبارطاج، وان شاء الله غنزيدكم وصفات اخرى بهذا الشكل هذا. وهنا غنقول لكم مع السلامه والى وصفه اخرى باذن الله.